الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الكريم وآله الطيبين الطاهرين. جاء في فضل سورة المسد عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: من قرأها رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة. وهي مكية وعدد آياتها 5. وتحتوي هذه السورة أولا أنها تحمل هجوما شديدا بالاسم على أحد أعداء الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله آنذاك وهو أبو لهب. ثانيا يصرح القرآن الكريم بأنه من أهل جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار.